بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل الورده البلدي الجميله ديت. عملتها بخيط الصوف فتله رفيعه. استعملت ابره مقاس 3.5 ملم بمقاس ابره التنظيف. هسيبها من الخيط كده عشان اقفل بيها الورده بعد ما اخلصها. اول حاجه اعمل بعقده البدايه وارتفع 30 سلسله. بعد ما ارتفعنا 30 سلسله هنعد 4 سلسله، 1 2 3 4. ناخد لفه على الابره وندخل في الغرزه الخامسه ونعمل عمود. نعمل سلسله، ناخد لفه على الابره ونسيب غرزه من تحت وندخل في اللي بعدها ونعمل غرزه في. غرزه الفي عباره عن عمود، سلسله، عمود في نفس الغرزه بالشكل ده. دي اسمها غرزه في. ناخد سلسله ونسيب سلسله من تحت وندخل في اللي بعدها ونعمل عمود بلفه، سلسله وعمود بلفه في نفس الغرزه، سلسله ونسيب سلسله من تحت وناخد في اللي وراها نعمل غرزه في عباره عن عمود، سلسله، عمود في نفس الغرزه. نكمل السطر كده بهذا النمط. بعد ما خلصنا السطر الاول كان ده شكلها كيرلي كده، هنرتفع ب4 سلسله، 1 2 3 4، ونلف الشغل ونعمل في اول غرزه في اللي هي عباره عن عمود، سلسله، عمود في نفس الغرزه، 6 اعمده بلفتين. هنعتبر اول 4 سلاسل دولت عمود. العمود بلفتين بيتعمل ازاي؟ ناخد لفتين على الابره، ندخل في قلب الفراغ، نسحب خيط، نطلع من لفتين للفتين للفتين كده. هنعمل كمان عمود لفتين. احنا كده بنعمل البتلات بتاعت الورده. اول 4 سلاسل حسبناهم معانا عمود بلفتين، 1 2 3 4. كده 6 اعمده بلفتين، 1 2 3 4 5 6. في فراغ هنا اللي اتكون من السلسله اللي في السطر اللي فات. هندخل ونعمل غرزه منزلقه وناخد لفتين على الابره وندخل في غرزه الفي، نعمل 6 عمود بلفتين. اهي ده كده اول عمود، 6 عمود بلفتين. ندخل في الفراغ اللي كوناه في السطر اللي فات، عملنا سلسله وسيبنا سلسله من تحت، ندخل في قلب الفراغ ونعمل غرزه منزلقه. كده احنا بنكون البتلات بتاعه الورده. هناخد كمان لفتين ندخل في غرزه الفي، نعمل 6 عمود بلفتين. هنكمل البتلات بتاعه الورده، نعمل 6 عمود بلفتين في قلب الفراغ بتاع غرزه الفي اللي عملناها في السطر، ونعمل في الفراغ دوت غرزه منزلقه. وهنشوف الشكل بتاع الورده بعد ما عملنا البتلات بتاعتنا. نقفل الورده ازاي؟ بعد ما خلصنا البتلات بتاعه الورده عملنا 6 عمود بلفتين في كل غرزه في وغرزه منزلقه في الفراغ اللي اتكون نتيجه السلسله اللي عملناها. بقى ده شكل الورده. خلاص الفراغ ده احنا مش بنعمل فيه حاجه، دي اخر بتله. هنقفل السطر على كده، ناخد سلسله ونقص الخيط ونثبت الخيط ده كده
الجزء اللي احنا كنا سايبينه من الخيط نثبت بيه الورده، نلطمه كده في ابره التنظيف. هنلف الورده شكلها جميل، وممكن نزين القلب دوت بفص لولي. كده احنا قفلنا الورده. هنقص الخيط الزياده، وده شكل الورده. ممكن نزين بيها الشغل، شكلها حلو قوي، جميله جدا. شكرا على المتابعه، واتمنى اكون افدتكم في الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.